10 أيام ما غسلتش شعري. مش عفانة مني والله، بس على قد ما أنا ما عنديش طاقة خالص، عايزة أفضل عاملة تسريحة الأناناسة وأفضل باصة في السقف كده. فتعالوا معايا أوريكم الخطوات والمنتجات اللي هستخدمها بعد الفترة الطويلة دي لشعري من غير غسيل. أول خطوة هعملها حاجة اسمها دبل شامبوينج. أول مرة هغسل شعري بشامبو لو سلفيت، تاني مرة هغسل شعري بشامبو فري سلفيت. تاني خطوة بقى وآخر خطوة وهي الهير ماسك، وهو واحد بس اللي بلجأ له في الظروف دي، الهير ماسك بتاع ايفا بالارجان والصبار. نينجا 2 في 1 يا معلم. بيلعب دور البلسم في تسليك الشعر وبيسيب الشعر متغذي ومترطب واخر حلاوة. اخيرا غسلت شعري بجد يا جماعة. بعد ال3 خطوات دول هتحسوا قد ايه ان شعركم رجع يتنفس تاني وانتعش كده ومن غير اي تأنيب ضمير، نقعد باصين للسقف كده بس وشعرنا نضيف.